صلاة الوتر، هذه الصلاة اللي ما كان يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لأهميتها، وكان يرغبنا فيها عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله وتر يحب الوتر، يعني هذه الصلاة ترى يحبها الله سبحانه وتعالى. طيب كم عدد ركعاتها؟ ومتى أفضل وقت أصلي فيه هذه الصلاة؟ وإيش أقرأ فيها إذا جيت أصليها؟ كل الأسئلة هذه وأكثر بإذن الله تعالى راح تعرفها في هذا المقطع، ولكن لا أوصيك تفاعل في المقطع حتى يوصل لأكبر عدد ممكن وتكون شريك في الأجر بإذن الله تعالى. يدخل وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، وينتهي وقت صلاة الوتر أول ما يأذن الفجر. عندك من انتهاء صلاة العشاء حتى أذان الفجر كل هذا وقت تصلي فيها الوتر. ولكن طبعا في وقت يعني مميز يعتبر أفضل وقت تصلي فيها الوتر بين هذه الأوقات، اللي هو الثلث الأخير من الليل، يعني آخر جزئية من الليل بعد الساعة 12 حتى أذان الفجر، هذا يعتبر الثلث الأخير من الليل. هذا الوقت هو أفضل وقت تصلي فيها الوتر. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الأولى في هذا الوقت. صلاة الوتر ترى ركعة واحدة بس، ركعة واحدة تختم فيها صلواتك الليلية. تقدر تصلي هذه الركعة لوحدها، تصليها وتسلم وخلاص انت كذا صلاة الوتر. ولكن الأكمل والأفضل انك تصلي قبلها قيام الليل. ايش قيام الليل هذه؟ قيام الليل هذه ركعتين تصليها قبل الوتر، مثنى مثنى، سواء كان ركعتين 4 ركعات 6 ركعات، المهم انه ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، لين خلاص تحس انك اكتفيت. اختم بركعة الوتر، هذا اللي في الأخيرة الركعة الوحيدة، هذه هي ركعة الوتر. لكن اللي قبلها اللي مع بعض ثنتين هذه قيام الليل. تقرأ في صلاة الوتر اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة، بعدها تقرأ قل هو الله